وعلى طريقة الهدف الأول جاريث بيل بيسجل هدف تيبكال من الهدف الأول. يوصل البال، هاي البال، جاريث بال. جول تاني رجع بيه الامل لفريق توتنهام اللي كان خلاص هيشيل سكور تاريخي. فجأة جاريث بيل بيحيي فيهم الامل تاني، سرعات خيالية وقوة بدنية رهيبة من الويلزي جاريث بيل، وحاجة في قمة الجمال. واعتقد ان بعد المباراة دي الريال بدأ يفكر في جاريث بيل ويقتنع بيه، ولان الهدف الاول والتاني جابهم بنفس الطريقة، جاريث بيل كان تقريبا مهرج في المباراة دي وبيسجل التالت بنفس الطريقة. مشاهد هذا اللي حدث، هدف تالت يفجر بيه مرمى سيزار. مباراة عجيبة من الويلزي، كان مرعب بمعنى الكلمة مع توتنهام. هاتريك تاريخي ومباراة اسطورية، وتوتنهام بيلعب ب10 لعيبة وبيعمل اداء تاريخي امام احد افضل الاندية في العالم. وبتخلص المباراة بفوز الانتر 4-3